الدوري السعودي الآن يضم أهم نجوم العالم: رونالدو، بنزيما، محرز، فيرمينو، ساديو ماني، الآن نيمار. منذ ساعات الصباح الأولى تصدر نجم كرة القدم البرازيلي مهاجم نادي سان جيرمان نيمار دي سيلفا الترند على المنصات، والسبب إعلان انتقال البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي، حيث تم تداول معلومات عن موافقة ناديه على بيع المتبقي من عقده ومعه الذي يمتد لغاية 2025 إلى نادي الهلال عبر عقد لمدة عامين. وصفقة وصفت بالتاريخية جعلت من نيمار ثاني أعلى اللاعبين أجرا في الدوري السعودي بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر. وقيمة الصفقة قدرت بحسب وسائل الإعلام ب90 مليون يورو سيدفعها نادي الهلال إلى باريس سان جيرمان مقابل بيعه، بينما سيحصل نيمار على راتب سنوي بقيمة 100 مليون يورو. كل التقارير الصحفية تقول إن نادي الهلال السعودي توصل لاتفاق مع نادي باريس سان جيرمان لضم نيمار في عقد يمتد لعامين سيحصل فيه على أكثر من 160 مليون يورو. لماذا قد يرغب الهلال بشراء نيمار؟ ما الذي فعله نيمار خلال مسيرته مع باريس سان جيرمان؟ لعب هناك 6 مواسم. كيف قضاها؟ إصابات، رياحة، نقاهة. 25 إصابة، 25 إصابة. تخيلوا أنه غاب عن 122 مباراة، يتفرج، يشرب العصير، يتشمس، يتفرج على الزملاء يلعبون، هو مرتاح. آخر غياب له كان ل4 أشهر، 130 يوما، لو أنها إجازة أمومة لانتهت قبل ذلك. هل هذه الصفقة رابحة بالنسبة للهلال السعودي؟ طيب وأنت ما الذي يزعجك يا فاخوري؟ نحن تعاقدنا معه كي يتدحرج لنا على الأرض، نحبه على أرض الملعب، كي يزور العيادات والمشافي، يتطبب في الرياض، كي يحضر المباريات ويحتفل مع الجمهور. نحن أحرار. اذهب وتفرج على حبيبك في الدوري الأمريكي، اذهب إلى هناك.